طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار. مشروع تصنيع القدر الزراعي يساهم في تلبية طلبات الأسواق المحلية. إحياء اليوم العالمي لمحاربة ختان الإناث على مستوى الإقليم الأوسط. تقييم أعمال صندوق القروض المصغرة والادخار بالإقليم الجنوبي. عشرات القتلى بتفجير انتحاري استهدف إسلام آباد. إيران تنشر صواريخ بلاستية مطورة وأمريكا تنفذ عمليات بالمنطقة. الرئيس الكوبي يعلن استعداده للحوار مع ترامب لكن من دون شروط. يقدم مشروع التنمية الزراعية في ثسانية علي قديرة الذي تشرف عليه مؤسسة الإريترية للقلال والمواشي مساهمة جديرة بالثناء في تلبية طلبات الأسواق المحلية. وأوضح المدير التنفيذي للمشروع سيد داويت أبرهة أن المشروع يواصل نموه الزراعي الواسع النطاق خلال فصل الصيف، حيث يزرع الخضروات والفواكه على مساحة 66 هكتارا على مدار العام، ويصدر البرتقال والليمون والمانجو وأنواع مختلفة من الخضروات إلى أسمر بأسعار في المتناول. وإلى جانب زراعة البساتين، أضاف السيد داويت أن المشروع يركز على تربية الأبقار والأغنام، وأنه يمتلك حاليا أكثر من 100 رأس من الأبقار ونحو 500 رأس من الأغنام، ويقوم بتوفير اللحوم إلى المؤسسات الحكومية في مختلف المهرجانات الوطنية والدينية. وذكر في الختام تعريف المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة وخلق فرص عمل للسكان المحليين هو إحدى مهامه الرئيسية، مضيفا أن البرنامج سيثير على ما يرام. وأشار الشاب مريح الصهاية وهو خبير زراعي أن جهود تبذل لتحقيق أهداف وزارة الزراعة الاستراتيجية الرامية إلى الغذاء المغذي للجميع في كل مكان، حيث يتم اتخاذ إجراءات لتطوير البساتين وتربية الماشية بشكل متكامل. تم إحياء السادس من فبراير اليوم العالمي لمحاربة ختان الإناث على مستوى الإقليم الأوسط في أسمرة تحت شعار القضاء على ختان الإناث بحلول العام 2030 بالالتزام المستدام والتفاني المطلوب. وأشار مدير عام الخدمات الاجتماعية بالإقليم الأوسط العقيد قبر يوهنس والقرقيش في كلمته إلى أن معدل ختان الإناث أخذ في الانخفاض في البلاد، وحث المجتمع على عدم التراخي بهذه النتائج والعمل بجدية للقضاء عليه بطريقة عادلة في جميع أنحاء البلاد. وأكد مدير عام الإدارة والمالية بالإقليم السيد تكي قالت أن 5 مديريات أعلنت خلوها من ممارسة ختان الإناث، وأن المديريات المتبقية ستحظو حظوها. وبهذه المناسبة قيمت مسابقة في المعلومات العامة بين الإناث، فيما قدمت فرقة فيورينا عرضا فنيا. وتشير الدراسات التي جرت عام 1995 وعام 2020 إن معدلات ممارسة ختان الإناث تشهد انخفاضا ملحوظا، إلا أنها لم تتوقف كليا. غيم فرع صندوق الادخار والقروض المصغرة بالإقليم الجنوبي أعماله يوم أمس 5 من فبراير الجاري في مدينة منطفرة، دعا فيه لتعزيز دور المدراء الإداريين بالمديريات وإدارات الضواحي. وأشاد مسؤول فرع مول بالإقليم السيد ترفي قبر يوهنس على أهمية تفعيل دور الشركاء والموظفين والإدارات، مذكرا أن الفرع يخدم 9773 عميلا و2694 منهم تلقوا قروض بلغت 36.6 مليون نقفة في العام 2025 المنصرم، إلى جانب جمع أكثر من 40 مليون نقفة. وذكر مسؤول المكتب المركزي بالإنابة سيد تافلاس مورون بدوره الجميع للاستفادة من القروض التي يتلقونها، مشيرا إلى أن مول يعمل على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الاقتصادي، وأنه تم إنجاز أعمال ناجحة على مستوى الإقليم. وأكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد عبد تسفاسين في كلمته أن مؤسسة مول تحدث تطورات مشهودة في الأنشطة القائمة على دعم المواطنين ماديا لتحسين وضعهم الاقتصادي. وصرح في الختام أن مؤسسة مول ستعمل على جمع الديون المتأخرة وزيادة القروض التي تقدم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء في العام 2026. ويعمل فرع مول بالإقليم تحت ظل إدارة الإقليم الجنوبي منذ العام 1996، ثم بدأ العمل تحت مظلة التنمية الوطنية، ولديه 3 فروع
و155 بنكا قرويا. أفاد مسؤول مركز صحة نفاسيتا ممرض ملكي والجبريل أن نسبة الولادة في المركز ارتفعت بنسبة 11%. وأوضح أن المركز يقدم خدمات المراجعة الخارجية وتطعيم الأطفال ورعاية الحوامل والولادة والفحوصات الطوعية والمختبرات إلى جانب خدمات الصيدلة. كما شهدت نسبة مراجعة الحوامل إلى المركز ارتفاعا بنسبة 8%. وأضاف أن المركز يقدم خدمات للمواطنين الذين يرحلون إلى نفاسيت في موسم الحرارة في شهر مايو حتى شهر أغسطس من مدن مصوع وفورة وجندع وغيرها من الأماكن. وذكر أن المركز ينظم حملة توعية للسيطرة على مرض الملاريا حيث انخفض معدل الإصابة بها في العام المنصرم. وأعرب المواطنين عن رضائهم بالخدمات التي يقدمها المركز خاصة ورعاية الأطفال حديثي الولادة. هذا ويقدم مركز صحة نفاسيت خدمات صحية لسكان نفاسيت وعدروس والعتين وماي حبار. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية مقتل 31 شخصا وإصابة 169 آخرين بجروح في تفجير انتحاري استهدف حسينيات بمدينة إسلام آباد وفق حصيلة أولية للهجوم الذي وقع الجمعة. وتوقعت مصادر في الشرطة ارتفاع حصيلة الضحايا أكثر. وأفادت مصادر أمنية باكستانية بأن مهاجما انتحاريا فجر نفسه لدى توقفه عند بوابة الحسينية الواقعة في منطقة تالار بضواحي إسلام آباد. ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم ودعا إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم. وتعتبر التفجيرات نادرة في العاصمة الباكستانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة رغم أن باكستان شهدت خلال السنوات القليلة الماضية موجة متصاعدة من أعمال العنف. تذكير بالعناوين مرة أخرى. مشروع تصنيع القدر الزراعي يساهم في تلبية طلبات الأسواق المحلية. إحياء اليوم العالمي لمحاربة ختان الإناث على مستوى الإقليم الأوسط. تقييم أعمال صندوق القروض المسقرة والادخار بالإقليم الجنوبي. عشرات القتلى بتفجير انتحاري استهدف إسلام آباد. إيران تنشر صاروخا بلاستيا مطورا وأمريكا تنفذ عمليات بالمنطقة. الرئيس الكوبي يعلن استعداده للحوار مع ترامب لكن من دون شروط. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.